أهلا. ما كدنا نرتاح شيئا فشيئا من الأزمة المتصاعدة بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان على خلفية نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية وحكاية القميص الذي يضم الخريطة المغربية، حتى ظهر أمامنا إعلام جزائري مجددا يهاجم فوزي القجع لأنه أجرى حوارا مع قناة مصرية وهي أون تايم. أعتقد بأن الأمر يرتبط بقساوة المشهد، أحيانا يكون مشهد جميل قاسي على البعض، وهذا ما ينطبق على الإعلام الجزائري. هناك قميص خالط ربما أربك الأمور وخلط الأمور وسط الإعلام الجزائري، وأطلق العنان للاتهامات بما فيها حتى ما لا يليق أن يكون في المشهد الرياضي، وامتد ذلك إلى ما هو اجتماعي وسياسي. والآن يأتي الدور على حوار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع. هذه الصحافة أي صحافة الجزائر ادعت أنها قرأت بين سطور الحوار قدرتها على أن تستشف ما لم يراه أحد، لم يراه لا المصريون ولا المغاربة، لكن هي اكتشفت ما لم يكتشفه المحاور والمحاور. الأهم أن إعلام الجزائر تفرج في الحلقة، وأعتقد أنها كانت فرجة ممتعة، لكن ربما الحلقة كانت قوية على صحافة معتلة. كيف ذلك؟ الإعلام الجزائري انطلق من نقطة غريبة جدا، وهي موضة قديمة كانت يسلكها مثلا السياسيون وبعض النقابيون في محاولة ضرب بعض الأشياء. وقيل: لماذا خرج هذا الحوار في هذا التوقيت؟ شخصيا متأكد لو أن هذا الحوار خرج قبل 4 سنوات ستقولون نفس الأمر، أو خرج بعد الآن ب4 سنوات سترددون نفس الأسطوانة وستقول لماذا في ذلك التوقيت. يعني هو هذا الاتهام صالح لأي زمان ومكان. الأكثر من ذلك أنه لو كان بعض الاجتهاد وبعض الاستماع جيد سيعرف الإعلام الجزائري أن الحوار أجري خلال منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة التي غاب عنها منتخب الجزائر وفاز بها منتخب المغرب، وخلال تلك الأطوار كانت القناة حاضرة وبحثت عن حوار مع رئيس الجامعة الملكية المغربية. ثانيا، عندما يقال لماذا اختارت قناة مصرية إجراء حوار مع فوزي القجع أو العكس، أقول بأنه قناة أون تايم المعروفة على الصعيد العربي هي من اختارت. وربما أرى بشكل موضوعي جدا أنه لم تكن لتجد أفضل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليس لشخصه أو لبعض الأشياء المرتبطة به، لكن ربما إلى غاية الآن هو بدون مبالغة هو أنجح رئيس إفريقيا وعربيا، هذا بشهادة عدة شخصيات سواء في الخليج أو في إفريقيا، وحتى منح له أفضل رئيس في القارة الإفريقية. إذن هذا الأمر لست أنا من أقول، ولكن ربما العمل يتحدث عنه. زد على ذلك، لو كان يبحث فوزي القجع عن حوار في هذه الفترة ربما كان سيضطر للرحيل إلى مصر، لأن الأمر يتعلق بقناة مصرية كبيرة على كل حال، ولها صيت كبير ولها تأثير كبير، وبالتالي القناة هي التي حضرت إلى المغرب. هذه نقطة. النقطة الأخرى لمعلومات البعض، أنا بناء على معطيات من داخل الجامعة فالقناة تعبت كثيرا من أجل الحصول على موعد مع رئيس الجامعة. لا أقول بأنه فوزي القجع هو شخص يصعب ملاقاته، لكن ربما هناك التزامات وهناك أشياء تحول دون أن تجد له منفذا من أجل إجراء هكذا حوار. الطريقة التي تناول بها الإعلام الجزائري الأمر أو الحوار الذي حوار عادي جدا تضمن عدة أشياء، ربما برر أشياء كما سأتي عليها فيما بعد، لكن ربما هذا الإعلام ورط من حيث لا يدري، ورط حتى القناة المصرية، كما لو أنها متواطئة مع فوزي القجع من أجل تمرير رسائل أو تمرير أشياء. ولا أعتقد بأنه الأمر أبعد من ذلك، هو حوار كان ناجحا وشهد تلقى ترحابا كبيرا من الإخوة بمصر، سواء كإعلاميين أو كمؤثرين أو كصفحات اليوتيوب أو الفيسبوك. ممتاز. من الأشياء المثيرة في ادعاءات الإعلام الجزائري
أنهم استكثروا على فوزه القجع أن يقول بأنه المغرب دعم مصر سنة 2019 في احتضانها لكأس إفريقيا عوضا عن الكاميرون التي لم تكن في جاهزيتها الكاملة. بل إنه الإعلام الجزائري، وهذا من الأشياء المثيرة للغثيان، أنه قال بأنه الجزائر هي التي دعمت مصر. إذا كان المقصود بأن دعمت بالدعاء فهذا أمر محمود ومحبوب ويشكرون عليه. في آخر المطاف نحن دول إسلامية نتبادل الدعاء فيما بعد البعض عندما يكون أحدنا في ورطة أو في نكسة. إذا ربما هذا هو المقصود بالدعاء. بالله عليكم، ماذا تقصدون بدعم مصر وأنتم خارجين من الكاف، وأنتم تعيشون مشاكل بخصوص رئاسة الجامعة الجزائرية، وهناك مشاكل داخلية، وأنتم في وضع تقول أنك دعمت مصر. بأي شيء دعمتها؟ هل أنت موجود داخل المكتب التنفيذي؟ كيف ستدعم مصر من أجل احتضان كأس إفريقيا وأنت لا حضور لك في المكتب التنفيذي للكاف؟ عندما قال فوزي القجع ذلك فأعتقد أنه قال من منطلق أنه عضو في المكتب التنفيذي، وهو المكتب التنفيذي هو الذي يتخذ قرار اختيار البلد مستضيف الدورة. بل أكثر من ذلك، حتى أضيف أمرا آخر، هو أنه المغرب كان مرشحا بالفعل لاحتضان تلك الدورة ورجل أقاويل كثيرة، لكن المغرب أولا لم يكن ليرهن علاقته مع الكاميرون بحكم أن وجود مقاولات مغربية هناك تبني عدة أشياء أو عدة بنيات تحتية بالكاميرون، ولا يمكن أن يحل بديلا. هذا جانب أخلاقي. ثم هناك أمر آخر، هو أنه المغرب لم يكن يرغب في تلك الدورة بحكم أنه ربما لم يكن يعنيه الأمر في ذلك، وربما عنده ترتيبات أخرى، وبالتالي دعم مصر. وهذا الأمر موجود في الصحافة المصرية في ذلك الوقت وموجود إلى غاية الآن، ولا يمكن لرئيس أن ينطق هكذا وهو يعلم جيدا أن هناك إعلام مصري بمسؤولين رياضيين بإمكانهم أن ينفوا أو يؤكدوا ذلك. إذن شكرا على الدعاء من أجل مصر أن تحتضن دورة 2019. استمر الإعلام الجزائري في هذيانه وفي تخاريفه عندما قال بأنه الحوار هو الهدف منه، وهو الإعداد للجمعية العمومية للفيفا من أجل الترشح إلى الفيفا، وأنه فوزي القجع يرمي الورود أمام هاني أبو ريدة ممثل مصر في الكاف وفي الفيفا. بالله عليكم، لو كان بعض التريث وبعض العقل سيطرح السؤال: في ماذا يحتاج فوزي القجع هاني أبو ريدة من أجل أن يستمر عضوا في الفيفا؟ هناك نظام أساسي للكاف يحدد طريقة انتخاب وطريقة الصعود إلى الفيفا حسب المناطق وأيضا حسب المكون اللغوي. إذن بالله عليكم، كيف هو سيحتاج هاني أبو ريدة هنا؟ ألح على الأخ الذي قال ذلك أن يسأل زطشي وهو ما زال موجودا حيا يرزق. اسألوه ماذا حصل في انتخابات 2021 وكيف قدم أو سحب ترشيحه صباح الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي عندما كان مرشحا لدخول الفيفا. لأن الأمور تتم بغير ذلك. هناك ترتيبات وهناك توافقات، وهناك أيضا، وهذا هو الأهم، إعطاء المصلحة للقارة الإفريقية من أجل تكون ممثلة بشكل أفضل داخل الفيفا. فوزي القجع عزيزي ليس محتاجا لهاني أبو ريدة، قد يكون هناك العكس، أقول وتحمل مسؤوليتي في ذلك، لكن هناك مصوتون وهناك مناطق موزعة في إفريقيا خلال الترشيح لعضوية الفيفا. الإعلام الجزائري حاول أن يكون مصريا أكثر من المصريين عندما حاول الركوب على مسألة نهائي كأس إفريقيا، كأس عصبة الأبطال الشهير بين الوداد والأهلي، والذي تقرر أن يجري في مباراة واحدة في الوقت الذي اقتنع فيه الإعلام الجزائري، بعضه قبل سنتين من الآن وبعضه إلى غاية الآن اقتنع بذلك. فإن الإعلام الجزائري هو وحده من يريد أن ينصب نفسه حكما بدون أن يكلف أحدا بذلك. النهائي، وقلناها شخصيا رددتها كثيرا في مختلف القنوات وفي قناتي ومختلف القنوات العربية، وقلت بأنه ذلك النهائي كان مبرمجا حتى قبل أن نعرف ما إذا كان الوداد سيتأهل للنهائي أم لا. وجاء فوزي القجع ليؤكد بأنه كان الترشيحين فقط توصل بهم الاتحاد الإفريقي، وهما ترشيحي المغرب والسنغال، وفاز المغرب بشرف استضافة.
لكن الإعلام المصري آنذاك، فأقولها ويؤكدها حتى بعض زملائي هناك، بأنهم كان الإحراج كبيرا أمام الاتحاد المصري من أجل الاعتراف بأنه أخطأ في عدم توجيه الرسالة التي توصل بها الاتحاد الإفريقي من أجل إيصالها إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل إبداء الرغبة في احتضان نهائي كأس عصبة الأبطال. وآنذاك سيكون هناك تنافس بين المغرب ومصر. وكان فوزي القجع صريحا ويقول: ليس من حقي أن أدفع رئيس الاتحاد المصري ليترشح بلاد لاستضافة تلك الحدث، هذا خارج عن مسؤوليته وسلطاته. وفي نفس الوقت لا يمكن أن يتنازل عن حق كسبه بالمساطر والقانون، وأن يواجه الرأي العام هنا بالمغرب تحت شعار أنه يجب أن نخلق التوافق، في حين أنه كسب النهائي هنا في المغرب باتباع جميع المساطر والقوانين. أكثر من ذلك، لماذا استضاف المغرب نهائي كأس عصبة الأبطال بين الزمالك والأهلي هنا في الدار البيضاء؟ لأنه تقدم بطلب استضافته في السنة السابقة عن إجراء مباراة الوداد والأهلي. إذن ربما المصريون فهموا الأمر واعترفوا بذلك في مختلف برامجهم الأخيرة، إلا الإعلام الجزائري الذي يبحث عن كل تفصيلة صغيرة من أجل أن يجعل من فوز القجع وحشا، وأن يجعل من المغرب بلدا يأخذ القرارات ويتعسف في اتخاذها داخل الكاف. وهو ما ينطبق عليه المثل المغربي الذي يقول: صحاب الميت صبروا والكفار أو والعزاية كفروا. إذن هنا ربما ما يؤلم في هذه النقطة هو أنه التقارب المغربي المصري ربما يؤلم البعض، لأنه خلق تقارب وخلق توافقات يتطلب عملا وأداء وتوافقات وأعمال مشتركة، وبالتالي لا يمكن أن تحمل مسؤولية ضعفك بسبب عدم قدرتك على خلق ذلك التشارك والتعامل مع دول أخرى أو مع اتحادات أخرى. وحتى فوزي القجع وهو يقول بأنه ردا على اتهام بأنه له يد طولة في تعيين الحكام، عندما قال بأنه لو كان ذلك صحيحا لماذا لم يفز منتخب المغرب بلقب كأس إفريقيا؟ رغم ذلك لم يمكن أن يقنع ذلك الإعلام الجزائري، بل دخل في مهاترات تتحدث بأنه المنتخب المغربي تم إعداد الحكام له، لكن على أرضية الملعب لم ينجح في ذلك بسبب قوة الأندية الفرق الأخرى. ما شاء الله. علما تناسى البعض بأنه اتحاد العاصمة لعب التحكيم لصالح في مباراته أمام الفتح الرباطي في السنة الماضية بهدف بإمكانه أن يعيدوه الآن ويتابعوا كيف حرم فريق الفتح الرباطي من هدف كان سيضمن له التأهل إلى الدور الموالي. يعني أجد نفسي أمام إعلام جزائري يقول المبتدأ ولا يقول الخبر، يطلق اتهاما وليس في رصيده ولو دليل واحد. لو كان إعلاما يحترم نفسه لا مارس ضغوطات من منطلق الحقائق والوثيقة والأدلة. أن تقول بأنه الاتحاد المغربي يفعل ما يفعله أو فوزي القجع يفعل ما يفعله داخل الكاف، أعطيني أدلة وابحث ومارس عملا استقصائيا وآتي بالأدلة، وأنا ذاك يمكن أن نناقش الأمر. أما إطلاق الكلام على عواهنه فهو أعتقد أنه أمر أسهل من ذلك. ربما من يتحدث عن الرشاوى والعطايا فأعتقد بأنه ألف ما كان يقوم به السياسيون الجزائريون في قضية الصحراء المغربية. والأكيد في الوقت الذي لن تجد أحدا يتحدث عن شيء يخص المغرب في هذا المجال ستجد الدبلوماسي الكبير أحمد ونيس وهو تونسي، وهو يتحدث بالتفصيل كيف قادت الخارجية الجزائرية حملة رشاوى موجهة إلى الدبلوماسيين الأفارقة من أجل تحويل مسار موقفهم ضد الصحراء المغربية. وحوارات الدبلوماسي أحمد ونيس وهو في سن متقدم كلها موجودة على القنوات التونسية. إذن في الوقت الذي رحب الإعلام المصري بكل ما جاء على لسان رئيس الجامعة فوزي القجع، وفي الوقت الذي كان هناك إجماع على العلو في النقاش وبأنه الحوار شهد أمرين مختلفين، صحفي يحاول تمرير بعض الأشياء ربما التي تروج في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسط الجماهير، كان هناك رئيس يتجاوز ذلك ورفع النقاش إلى أعلى، بدليل أنه عندما يسأله
الصحفي عن الصراع الكروي بين المغرب ومصر، ماذا يجيب فوزي القجع؟ يقول له بأنه الصراع الكروي يساهم في تطوير كرة القدم الإفريقية، يعني لا يظل معه في نقاش ثنائي ويجعل الأمر يهم النقاش الخاص بتطوير كرة القدم الأفريقية. عندما يسأله عن طريقة صعود موتسيبي سنة 2021 وأنه كان هناك مرشحون، يقول له بشكل صريح جدا بأنه القارة الإفريقية ليست محتاجة لخلافات، بل محتاجة لتوافقات، ومحتاجة لنقدم صورة طيبة عنها في مرحلة مهمة وهي مرحلة الجمعية العمومية. عندما ينقل الصحفي ما تروج له وسائل التواصل الاجتماعي من أشياء لا أدلة لها ولا سند لها، يقدم له فوزي القجع جوابا واضحا بأنه يشتغل عبر المؤسسات ووفق المساطر والقانون، ولا يهمه من يتحدث هنا وهناك. وأكثر من ذلك أنه كان واضحا ويقول له أعطيني أدلة عن شيء تقوله في هذا الأمر. إذن الحوار كان مرتفعا، الحوار أدى ما يمكن أن يؤديه، وربما إذا كانت بعض الحوارات وبعض الأفلام وبعض المسلسلات تكون مرفوقة بإشارة أو ما يصطلح عليه بالسيناليتيك أنه هذا البرنامج ممنوع على أقل من 18 سنة أو 16 سنة أو 10 سنوات، فأعتقد ربما بعض الحوارات يجب أن تكون ممنوعة عن البعض حتى لا يكون المشهد قاسيا عليها. إذن الحوار أدى ما عليه، قدم صورة عما يجري بين العلاقات المغربية المصرية، وربما هناك من حشر نفسه وسط هذا النقاش من أجل ربما التسوق أو محاولة خلق البلبلة بين البلدين، لكن أعتقد بأنه النقاش الدائر في الإعلام المصري حاليا يفند ذلك بشكل كبير جدا، وبإمكانكم أن تتابعوا ما قيل وما يقال وما سيقال عن هذا الحوار والطريقة التي أدير بهذا الحوار، وكيف تم دحض كل ما روج في السنوات الأخيرة، إلى درجة أنه الإعلام المصري الآن يعاتب المرة الألف الاتحاد المصري على تهاونه في اتباع المساطر الموضوعة من الكاف، خصوصا بخصوص النهائي بين الأهلي ومصر الذي أثار كل هذا اللغط. أكثر من ذلك كان واضحا بأنه عندما يشير بأنه مسألة التحكيم ربما من فاز بالألقاب هم المصريون على مستوى الأندية، من فاز على مستوى المنتخبات ليس المغرب. إذن أين هو هذا التأثير؟ إذا كان البعض يستكثر فوز نهضة بركان بكأس عصبة كأس الكونفدرالية سابقا أو كأس السوبر أو فوز الوداد، فربما لا أعتقد بأنه المغرب كرويا سيظل مكتوفي الأيدي، فهو بلد استطاع أن يطور أنديته ومنتخباته. صحيح أنه الأمر ما زال لم يصل إلى المستوى الذي يرغبه الجمهور المغربي، لكن على كل حال هناك اجتهاد، وبالتأكيد تكون هناك نتائج، ولا يمكن أن كل نتيجة أن يتبعها بأنه من وراءها فوز القجع فقط لأنه داخل الكاف. عموما يظهر بأنه مستوى النقاش من طرف فوز القجع كان مرتفعا وكان عاليا، وكان يتحدث كقارة، يتحدث كعضو في الاتحاد الإفريقي أكثر من أنه رئيس لفريق أو رئيس لجامعة، وربما هذا ما لا يستطيع أحد فهمه، وإن كان يريد أن يفهم فعلى الأقل عندما يبدي موقفا على الأقل يأتي بحججه وأدلته. أما الكلام الفضفاض فربما أبسط مؤثر أو أبسط صانع لمحتوى بإمكانه أن يقول العجب في أي كان. طاب يومكم.